إذا حسيت إنك تستحق شيء معين ولكن أنت ما قدرت إنك تحصل على هذا الشيء، يمكن ربنا سبحانه وتعالى حرمك منها عشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك الشيء الأحسن والأفضل، يعطيك شيء أفضل والأحسن. يعني عندك، شوف أنت في سورة الكهف، لما أنت تقوم بقراءة سورة الكهف، هنا في سورة الكهف الله سبحانه وتعالى لم يعيب السفينة عشان يغرق أهلها، إنما ربنا سبحانه وتعالى عاب السفينة لينقذهم ويحميهم. سورة الكهف عشان ينقذهم ويحميهم. ربنا سبحانه وتعالى بيرسل لك شر صغير عشان ربنا سبحانه وتعالى يحميك من شيء أكبر، من شر أكبر، من شر كبير. ربنا سبحانه وتعالى يحرمك من خير صغير عشان يعطيك خير أكبر وشيء أكبر وأحسن. وأنت إذا شفت إنه الناس تبتعد عنك، ليس الشرط أن يكون أنت شخص سيء، ربما يكون هذه الأشخاص شافوا شيء، يعني يمكن يعني الله سبحانه وتعالى خليهم يشوفوا عندك عيب عشان ربنا سبحانه وتعالى يحميك منهم، لذلك خلاهم يشوفوا ان انت عندك عيب عشان يحميك منهم، من هذه الاشخاص. واذا انت في اماكن ما ارتحت لهذه الاماكن، يمكن ربنا سبحانه وتعالى سلب الراحة من قلبك اتجاهها عشان يبعدك عنها. واذا شعرت انك تستحق شيء وما حصلت عليها، يمكن ربنا سبحانه وتعالى حرمك منها عشان يعطيك مثل ما قلنا اللي أحسن منها واللي أكبر منها. فقط عليك أن ترضى وتصبر وأن تقبل بما أعطاك الله سبحانه وتعالى، وراح تأتي لك بإذن الله، راح تأتي لك الأفضل والأحسن، راح يأتي لك الأفضل والأحسن بالصبر بإذن الله سبحانه وتعالى.